انتوا في بودكاست في عالم موازي وانا ريم الانصاري. النهارده ضيفي انا مبسوطه جدا ان هو معايا، مقدره جدا وجوده. معايا اسامه الشرفه، هو داعيه في الغرب بقاله 30 سنه ومتخرج من هارفارد يونيفرسيتي. اسامه هاي. ازيك؟ The pleasure. Really, thank you so much for having me. You're welcome. Appreciate it. You're welcome. Thank you for coming. أهلا وسهلا. انا عارفه ان انت هنتكلم عربي، ولو عاوزت تقول اي حاجه بالانجليزي في نص او كده هنتصرف يعني. I hope you're يعني انهم يعذرونا على ضعف اللغه العربيه، بس we're gonna try our best. هنحاول قصارى الجهد ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي، انا هبدا بموضوع او بسؤال كبير شويه، بس السؤال ده بتهيألي ناس كتير قوي بتفكر فيه وما عندهمش اجابات واضحه ليه. الانسان مسير ولا مخير؟ والقدر فين بقى من الموضوع ده، وايه اللي بنقدر نختاره وايه اللي ما نقدر يعني؟ كلمني في الحته دي بليز. هو your own scholar، احد العلماء عندكم المشهورين قوي ومحبوب قوي، اعتقد اسمه متولي الشعراوي. Yes. الله يرحمه. He was asked this question and I will share with you اللي قاله وبعدين حبدي شويه just comments on it. فهو اتكلم انه في حاجات بتبقى انت مسير فيها وفي حاجات واضح انك انت مخير فيها وفي حاجات الاثنين. It's a type of paradox, a mix of both. بس what he said انه في حاجات من ربنا ليك. for example انا ما اخترتش ان انا اتولد كفلسطيني او كامريكي او كمسلم او مسيحي or whatever. ما كانش ده خياري. I have no choice، ما عنديش اي خيار لي، فانا naturally مسير في الموضوع ده. في حاجات بتبقى فيك، فمن ربنا ليك وفي من ربنا فيك. زي ايه؟ دقات قلبك، الكلى فانكشنينج انها شغاله، اي حاجه في جسمك انت اغلبها ما بتتحكمش فيها اللي داخل جسمك، فدي برضو انت مسير او مخير فيها. انت مسير، مالكش اي خيار. وفي حاجات منك لربنا where you actually feel، بتشعر انك انت بتاخذ او انت بتتخذي قرار. يعني مثلا اتحطيتي في موقف اكذب ولا ما اكذبش، وفعلا بتشعري، بتفكري كده اللحظه، بتوزني الامور وتقومي مقرره اكذب او ما اكذبش، وانت في دي عندك and you feel، شعورك اني انا فعلا عندي خيار وبقرر. وبعدين لو اذا احنا الخيار مش لينا، ليه في جنه وجهنم؟ ليه في ريورد وبانشمنت؟ ليه في حساب اساسا؟ ف it doesn't make sense لو ربنا كل حاجه عاملها وجابرني فيها اني انا هعمل صح او اعمل غلط، وبعدين I get to be زي ما بيقولوا like اتعذب بالاخر. that would not be a just God، ما يبقاش عدل. صح. ف what makes sense، وفي سيريز بتكلم عنه كتير في نتفليكس اسمه Black Mirror. بيجي الفيلم كده في مقطع، فبيوقف وبيديكي خيار، بيقول لك عاوزه السيناريو اللي جاي يمشي ازاي. يعني المشهد بيوقف، بيكون هو مثلا هيوقع كوبايه القهوه، بيقول لك يوقعها او ما يوقعهاش، تقومي انت مختاره ويقوم الفيلم مكمل على حسب خيارك. فالسيناريوهات دي بالانجليزي بنقول القدر it's descriptive, it's not prescriptive. يعني هو وصف ليس ايه prescription. لما بتاخدي مش حاجه ربنا مكتوبه لك بمفهوم احنا، لانه كل الناس بيقولوا مكتوب. ففي confusion في حته مكتوب. يعني ايه مكتوب؟ ربنا بيكتب اللي هو عارفه انك انت او الراجل او الست هيعمله بحريه الاختيار اللي هو اداها له. يعني ربنا عارف احنا هنعمل ايه، ولكن الاختيار لسه في ايدنا برضه. absolutely. وده نقطه الامتحان، لانك انت هتوصلي، هيحطك في سيناريو، وانت السيناريو ده لازم تختاري تعملي صح او تعملي غلط. فانت بتختاري، وعلى حسب خيارك زي ما في الفيلم بتختاري حاجه، فالسيناريوهات بتمشي بناء على الخيار اللي انت اتخذتيه. فكأنه ربنا بيوصف في حاجه اسمها قضاء وقدر. القضاء هو التشويس بتاعك او الخيار اللي انت بتعمليه، والقدر هي الكتب اللي انت هتفتحيها بناء على الخيارات اللي انت عملتيها. فاكشلي كأنه في فيرجن منك in a parallel universes في كتب مختلفة. الفيرجن ده يا اما هيتعمل له unlock يا اما هيفضل locked على حسب خيارات معينة انت هتعمليها. لو مشيتي مثلا بيبقى ربنا اوريدي عامل لك لو اختار أسامة كده
انا همشي له كده. النهارده اتصدق لراجل مم. في الشارع، ففجاه مثلا حاجه حلوه جات له علاوه في الشغل مم. مثلا، مم. او عمل حاجه وحشه فهو ماشي اتخالف. مثلا انا كنت في العربيه مع السواق كان عاوز هنا في مصر he wanted to show me انه هو شاطر قوي، مم. فهو بيعدي بعض الجسور يعني بيتكلم بلسان حلو وبتاع وكذا so he doesn't pay ما يدفعش بيحاول ما يدفعش بحاول ما يدفعش يعني. فهو يعني ما اعرفش ايه التفاصيل وايه بس هو ماشي فبقول لي بعدين، انا ما كنتش فاهم هو بيعمل ايه، فبقول لي انت انا بقى شفت يا استاذ اسامه he's trying to show me ان هو شاطر. بعد شويه وقفنا شرطي مرور واداه تيكت، خد مخالفه. ايوه، فهو وفر مثلا ما اعرفش 30 40 جنيه وخد مخالفه 100 جنيه. so there are certain things، في حاجات انا ما بتحكمش فيها خالص، لكن خيارك هيفتح كتاب معين، لانه الكتاب في حاجه اسمها الكتاب. طب الام بتعمل ايه؟ مش تلد؟ يس. ف that has all the books، كل الكتب فيها، بس بناء على الخيار اللي انت هتاخديه. لو هكذب هتفتح الاقدار دي اللي في الكتاب ده، لو ما كدبتش هتفتح الاقدار دي. فاحنا بنقول ايه باللغه العربيه؟ قول تصعد الاعمال وتتنزل الاحوال، على حسب الاعمال اللي انت بتعملها، وبتعمل اعمال حلوه تتنزل احوال حلوه. لذلك الانسان تلاقيه اول ما يبتدي يقرب من ربنا عاوز يمشي صح، تلاقي things are happening، حاجات حلوه قوي بتحصل في حياته، بيجذب حاجات وبتعمل exactly you attract these things. ليه؟ لانه هو بيعمل خير. كل حاجه في اليونيفرس is connected. فهي it's a paradox، لانه حقيقه الانسان الكسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بس الفعل نفسه خلق لربنا، لأنه ربنا بيقول والله خلقكم وما تعملون. فالأكشن itself is a creation، بس الخيار ليكي. فحياتك عبارة عن مجموعة خيارات، الخيارات دي يا إما هتوصلك لحاجة حلوة يا إما هتوصلك لحاجة مش حلوة، على حسب القرار. So you have to look at it's very interesting because أنا عجبني قوي فكرة حتة الكتاب دي، إنه الكتاب دي، ولكن يعني زي ما يكون مثلا موسوعة كبيرة وتحتيها كتب كتير، وانت القادر ان انت تفتح الكتاب اللي انت بتختاره. هو الخيار ليكي. لا، انا ما بختارش الحاجات اللي هتيجي بناء على الخيارات اللي بعملها، لا انت بتختار والكتاب بيتفتح accordingly. يعني بس ما اعرفش ايه بس في العادة انه لو الخيار صح هتبقى الكتاب اللي انت فتحته في خير، خير كتير usually but it's a bit more complicated. طبعا هي مش يعني بتبقى straight forward قوي كده، مش يعني في حاجات برضو ربنا ليه حكمة في الأمور بالزبط. مش شرط نكون فاهمينها في وقتها. لكن لما واحد يقول لك أنا يا ريم كل حاجة مكتوبة لازم نوضح يعني أنت فهمت يعني إيه من مكتوبة؟ هو فقط because ربنا خارج من الزمكان، لأنه هو خالق الزمان والمكان، فما ينفعش يتحوي فيه. صح ولا لا؟ صح. إذا هو خالق الزمان والمكان وملوش زي ما تقولي he's not limited في الموضوع ده هيوصلنا لإيه؟ إنه في حاجة beyond space time that is controlling everything, that is moving everything. والقضاء والقدر بيلعب في الحتة دي حبة. لأنه it is a complicated matter، بس as long إنه إحنا بنفهم النقطة دي، إنه ربنا بس كان عارف، لأنه خارج الزمان والمكان، فهو الناو بالنسبة له دايما، هو ما فيش بالنسبة له حاضر ومستقبل كله مفروض، فهو already شايف القرار اللي أنا هاخده. أيوة. فهو كتب في الكتاب إنه أسامة هيحصل معاه، هنزل له السيناريو ده امتحان، هعمل له داونلود، وأنا بس عارف هو اختار إيه. بس ما جبرتوش. أيوة، لا في free will. Exactly. Descriptive not prescriptive. مش روشتة هو كتبها لك، روشتة I think is a prescription. صح. Yeah. اوكي حلو. طيب التسليم بقى، عشان انا بسمع ناس كتير قوي بتتكلم في الحتة دي ان هم عايزين to surrender او submission to submit لقدر ربنا او لحكم ربنا او
التسليم بقى يعني طبعا بيختلف من شخص للشخص الآخر، وبيختلف هو فين في مشواره وحياته مع ربنا، وهو صحيح. جاهد قد ايه و ولكن ازاي البني ادم يقدر يقرب من التسليم؟ امتى يقول لا انا مش هعمل اكتر؟ وايه الفرق بين برضو التسليم والاستسلام؟ ان انا بستسلم وبمشي اوكي، ولا ان انا بسعى وبعمل وانا مسلم بالنتيجه؟ يعني فين التسليم؟ استسلام فيها نوع بتشعري لما بتقولي استسلام بالهزيمه. ايوه صح ولا لا؟ صح، فيها هزيمه شويه. لكن التسليم هي كل النصره. العكس تماما، لانك انت بتسلمي امرك لله. ايه مفهوم الكلام ده؟ مفهوم الكلام ده ان انا فاهم انه ربنا على كل شيء قدير، وهو ما خلق وترك بل خلق وملك. يعني ايه ملك؟ يعني he created and he's in full control. مش بس ساب. يعني اغلب الناس لما بتتكلمي معاه في العقيده مثلا فهموا انه ربنا مبرمج الدنيا. يعني مثلا خلق الشمس وبعدين خلق صفاتها، هتدي حراره، هتنور، وقام حاطط السوفت وير في الهاردوير، وقام كابس اون بقى وهي شغاله وباذنه. ده مفهوم خاطئ تماما، لانه اللي بيحصل فعلا بيحصل وراء الستار. في 2 صحاب قوي فدايما مع بعض بيطلعوا بيهرجوا وبيعملوا، واحد منهم ذكي جدا والتاني يعني مخه على قده يعني. فاللي ذكي قوي اتجوز وعزم صاحبه اللي مش ذكي قوي، قال له تعالى بقى عاوز اعزمك. فجاء بقى ومركب ستاره، فهو متدين، فمراته خلف الستاره وقاعده، هو شامم اكل جميل كله بس مش شايف مرات الراجل، شامم اكل حلو قوي، بص كده فجاه لقى محشي ورق عنب، محشي whatever، محشي المحشي I learned that yeah. فاكلات حلوه قوي، حمص مش عارف ايه. فببصه مستعجب، فبقول له انت جبت الستاره السحريه دي منين؟ فقال له انت بتتكلم عن ايه؟ قال له بس قول لي جبتها منين؟ قال له من المحل اللي تحت. قال له السلام عليكم. قام مشي بسرعه كده، قال له رايح فين يا ابني؟ فنزل لقى نفس الستاره وقام شاريها وعازم صحابه. فقال لهم انتوا اصبروا شويه كده، ما فيش لا روايح ولا طبيخ ولا اي حاجه. بس طبعا بعد شويه قالوا له في ايه، فين الاكل؟ فقال لهم لا انتوا صبركم بس، انا كنت عند صاحبي ودي ستاره سحريه، فكل الموضوع انه بعد شويه هتلاقوا الاكل بيخرج من الستاره. فقاموا خبطوا على راسهم كده قالوا لي يا ابني ده هو كان متجوز وورا الستاره مراته بتحضر كل حاجه and pushing it through. فكل المخلوقات والاسباب ستائر وراءها يد القدره، قدره الله تفعل وراء الاسباب. ليه ربنا بيخفي قدرته؟ لان الدنيا امتحان. انا لو شفت ربنا فين الامتحان؟ فاول صفه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فحقيقه الايمان والتسليم هو تصديق الخبر، تكذيب النظر وتصديق الخبر. لما العين اللوجيك ما يعملش ماتش مع امر الله، التسليم اني انا to let go completely حتى if it doesn't make sense. مثال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصايا. ننقل بس للحته عشان اتس كلير. لما العصا بتقلب حيه، الحيه مضره ولا نافعه؟ حيه مضره طبعا. هخاف ولا مش هخاف؟ هخاف. وهو ولا مدبرا ولم يعقب. طيب انا لو قعدت اوصف لك الايفون بتاعي مثلا ايفون جديد 14، اقول لك كل ميزاته، قلت ارميه يا اسامه، هقول لك انت بتقولي ايه؟ مش عمال اوصف لك جمال التليفون تقولي لي ارميه. doesn't make sense. في نفس الوقت الحيه، ايه ده حيه؟ تقولي لا خدها. فبصي ازاي الجمال هنا في القرآن الكريم سبحان الله، انه ربنا هنا لما قال له وصف له قال هي عصايا اتوكأ عليها، يعني بتعني. بس احنا بنقول اياك نعبد واياك نستعين، فقال له لا بتعني، وقال له عصايا I own it. طب ربنا مالك كل حاجه in reality. اوكي طيب وايه بقى؟ واهش بها على غنمي. يعني ايه؟ كان كل نبي شيبرد يعمل في الحاجه دي عشان يتعلموا راعي غنم عشان يتعلموا يعني سبب للرزق. ولي فيها منافع أي مآرب أخرى، يعني منافع كتيرة. قال ألقها فعل إيه في اللغة العربية؟ أمر. فجاء الأمر، بس الأمر ما يوافقش العقل، بس هو he dropped it، قلبت حية. things are not what they seem. الأمور مش زي ما بتبدو. الدنيا has an illusory nature. it's not that it's not real، مش إنه هو مش حقيقي، بس هو بيظهر بشكل مختلف عن الحقيقة. بالضبط. فألقاها بقت حية. فحصل ايه؟ فقال خذها.
اخد حتى في الاسرائيليات بيقولوا موسى قام عامل كده مش عاوز يمسك، قال له خدها من، كان عاوز ياخدها من ديلها، قال له لا من بقها. فراح وجي يمسكها، الامر بقى قلبت رجعت تاني ايه عصاية. فهنا ربنا بيعلمه ايه؟ لما امر يجي ويخالف the logical mind، بعد ما تؤمن بالله، بعد انت بتستخدم العقل rationally عشان توصل انه في حاجه اسمها ربنا وانا مؤمن يعني I've come to the conclusion انه في رب. بعد النقطه دي مش انت امنت انه في رب وخالق وكل حاجه، تسليم. لما يجي يخالف العقل تبدل الامر على اللوجيك، ده حقيقه التسليم. الناس بيسلموا الامر الله في العاده لما بيبقى في منفعه، اول ما يتقرص في جيبه تبقى الحكايه دي طب انا كنت في زياره لمامتي في كاليفورنيا، وقفني شرطي I ran a stop sign. فوقفني قال لي do you know why I pulled you over؟ قلت له honestly، قال لي انت عارف انا وقفتك ليه؟ قلت له بصراحه انا كنت على التليفون، واول ما شفتك خفت فقمت منزل التليفون وواقف في نص الانترسكشن. فقال لي انا استغربت انت عملت كده ليه؟ قال لي العربيه دي بتاعت مين؟ قلت له دي فان ماما جارنا واخداها من جارنا عشان انا بزورها من كندا والكلام ده. فالراجل مفيش حاجه راكبه، طب الرخص مش معايا. فراح ورجع قال لي بص انا it's just في حاجه فيك الاونستي بتاعتك انا مش فاهمها but I really appreciate it، انا متشكر على صراحتك. وقال لي have a nice day ومشاني. في الاغلب الانسان هيقول دي دي لازم اكتب. ليه لازم اكتب؟ عشان لو ما كدبتش مش مش هعدي هاخد مخالفه. صح. في مثل في مصر بيقولوا الكذب ملوش رجلين والصدق ما بياكلش عيش او حاجه زي تلاقي ناس بيقولوا الكلام ده امثال طبعا هي خاطئه. لكن the reality النبي بيقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ بيقول الصدق ينجي صح والكذب يهلك. طب الرسول بيقول ينجي وانت في عقلك بيقول لك لا انا هوقع في مشكله. بس ايه اللي هيخليك تختار امر الله على حاجه تانية، على اللوجيك؟ في قوه الايمان.